تخيل معايا تبقى عايش في زمن من 20,000 سنة لما الإنسان كان لسه بيحارب الطبيعة علشان يقدر يعيش، وكل يوم عبارة عن صراع للبقاء. فيلمنا هياخدنا الرحلة مليانة مغامرة وتشويق، وبطلنا شاب من قبيلة قوية جدا وبيحاول يثبت نفسه في أول رحلة صيد مع القادة الكبار. لكن في وسط الأحداث يحصل حاجة تقلب حياته تماما، بيلاقي نفسه وحيد في عالم مليان مخاطر وحيوانات مفترسة. استعد رحلة ما بين الوحوش والجبال، وعيش تجربة هتاخدك لزمن محدش شافه قبل كده. بيبدأ فيلمنا في أوروبا من 20,000 سنة فاتت، وبنشوف مجموعة صيادين بيتسحبوا علشان يصطادوا مجموعة حيوانات مفترسة، وزعيم القبيلة هنا بيبقى معاه ابنه، ونشوف ابنه هو خايف وابوه بيطمنه. فجأة بقى بيهجموا على الحيوانات دي، والحيوانات بتهجم عليهم وبيرموا الرماح اللي معاهم، بيعملوا حاجز ما بينهم، والحيوانات هنا بتغير مسارها وبترجع لورا، وبيبقى آخر الجبل دوت انشقاق، والحيوانات هنا بيقعوا من على الجبل. وبنشوف إن في 3 من الحيوانات دي بترجع تهاجمهم تاني، وواحد منهم بيهجم على ابن الزعيم، واللي بالمناسبة بيكون اسمه كيدا، وبيوقعه على الأرض. بعد كده بيعلقه على القرن بتاعه وبيجري بيه ناحية الانشقاق ده، والزعيم بيحاول يوقفه وبيسيبه بالرمح اللي معاه، لكن الحيوان بيقدر انه يوقع كده في الانشقاق ده. وبنرجع بقى باسبوع قبل الاحداث دي، وبنشوفهم هما بيختبروا الناس في صناعة الرمح، وبيختاروا اللي بينجح في صناعته علشان ياخدوهم معاهم في الصيد. وبيجي عند ابنه كيدا بيكون نجح في صناعة الرمح بتاعه، والزعيم هنا بيقوم من رجالته بضرب كل اللي نجحوا، ومن ضمنهم كيدا، عشان يعني يتعودوا على الألم. هنا مراته بتبقى متضايقة جدا إنه سايب ابنهم يتضرب، وبيقوم من رجالته بإنهم يوقفوا الضرب ده، وبيروح على ابنه وبيحضنه وبيقول له إنك هتصطاد جنب مني. بالليل بقى بنشوفهم هما بيعملوا الطقوس الغريبة بتاعتهم، وبيبقوا مولعين نار وبيشربوا دم وحاجات غريبة بتحصل. بعد بقى ما كل ده بيخلص بنشوف زعيم القبيلة مع ابنه، ويقول له إن في موسم من كل سنة لازم نصطاد فيه البهيمة الكبيرة علشان باقي القبيلة ما تموتش. تاني يوم الصبح بقى بنشوف الصيادين هما بيودعوا اهلهم. ام كيدا هنا بتحضنه جامد وبتبقى خايفه عليه جدا، وجوزها هنا بيقول لها ما تقلقيش عليه وانه بقى راجل وجدير بالقياده. بعد كده العرافه بتاعت القبيله بتقول لهم يمشوا، وبنشوف مجموعه الصيادين في طريقهم للصيد. بالليل بقى بيقعدوا علشان يستريحوا وبيحاولوا يولعوا نار علشان يتدفوا، والزعيم بيدي لابنه حته خشبه علشان يولع بيها النار، لكنه ما بيعرفش. وابوه بيقول له علشان تبقى على قيد الحياه لازم يبقى عندك صبر وشجاعه. تاني يوم الصبح بيكملوا طريقهم، والزعيم بيقابل صاحبه في الطريق وبيسلموا على بعض، بيعرفوا على ابنه، وبنعرف ان ابن صاحب الزعيم ده مات، وبيقول لابن الزعيم خلي ابوك فخور بيك. وبيكملوا طريقهم وبياخدوا الطريق المقدس اللي عملوه اسلافهم علشان يعرفوهم طريق الصيد، وبيشوفوا المعالم اللي اسلافهم عاملينها. وبالليل بقى بنشوفهم بيصطادوا خنزير، والزعيم بيقول لابنه يخلص عليه، لكن الولد ما بيقدرش وبيعتذر لابوه، وابوه بيتعصب جدا وبيخلص هو على الخنزير، وبيقول لابنه ان البقاء على قيد الحياة ده مش لعبة ولازم تبقى قوي عشان تعرف تعيش. بعد كده بقى بنشوفهم هم قاعدين بياكلوا، تبقى الدنيا ضلمه جدا ومفيش غير ضوء النار اللي هم مولعينها. في اللحظه دي بقى بيسمعوا صوت حواليهم، بيقوموا وبيستعدوا، ولكن مفيش حاجه بتحصل. بيقعدوا يكملوا اكل، فجاه حيوان بيهجم على واحد منهم، بيخطفوا من وسطهم بسرعه جدا، وبنسمع صوته وهو بيتاكل. تاني يوم الصبح بقى بيدفنوه وبيحطوا حجر على قبره وبيودعوه وبيمشوا. بعد كده بنشوفهم قاعدين في كهف في وسط الجبال، وبيبقوا قاعدين يعملوا تاتو على ايديهم. والزعيم هنا بيقول لابنه ان دي المعالم الحجريه وانها هتهديك في النهار، وانت دلوقتي بقى عندك المعالم اللي هتهديك في الليل. وبيقعد يتكلم مع ابنه وان الانوار اللي في السما دي هي روح اسلافنا، وانها هتدلك للطريق. وبيسمعوا صوت ذئاب وبيشوفوهم، وابوه بيقول له ان قائد القطيع دايما بيحرص على الخير لباقي القطيع، وان في النهايه القطيع هيتحداه لما يحسوا بضعف فيه، وانه ما اتولدش قائد بل استحق دوت بقوته وقلبه. تاني يوم الصبح بقى بنشوفهم هما بيستعدوا للصيد اللي شفناه في اول الفيلم، وبنلاحظ هنا ان بعد ما كده وقع حاول يمسك في الجبل لكنه بيفلت وبيقع على صخره، وابوه هنا بيخاطر بنفسه وبيحاول ينزل له، لكن باقي الناس بيمسكوه وبيقولوا له ان خلاص بقى في حكم الميت، وانه بقى مع الارواح، واننا عايزينك ومش هينفع نخسرك لان لسه في واجب لشعبنا. والزعيم هنا بيقعد ينادي عليه لكن مفيش فايده، وبنشوف ان فعلا في حكم الميت وان مفيش طريقه يوصل له بيها. بعد كده بقى ابوه بيحط الصخر وبيعمل طقوس الميتين وبيمشي، وبنتفاجئ هنا بصقر بيحاول يعض كيدا، وكيدا هنا بيقوم من الغيبوبه اللي هو فيها وبيضرب الصقر وبتبقى رجليه اتكسرت. بيحاول ينزل من على الجبل. في الوقت دوت بقى الدنيا بتمطر جامد لدرجه اننا بنشوف تحت منه بقى بحر. صاحبنا هنا بيقرر انه ينط، وبالفعل بيعمل كده. الصبح بقى بنشوفه لسه عايش لكن مش بيبقى قادر يمشي بسبب رجله، وبيقعد ينادي على ابوه لكن ما بيستسلمش، وبيجيب حجر وبيحط حوالين رجليه وبيرجع العظم تاني مكانه بنفسه، وبيرجع على الجبل فوق وبيشوف الصخر موجود، وبيعرف هنا ان ابوه والبقيه مشيوا وانهم افتكروه مات. كيدا هنا بيتعصب جدا من ده. بعد كده بيشوف مجموعة ذئاب بعيد عنه فبيجري وبيقدر ان هو يبعد عنهم. بالليل بقى صاحبنا بيبقى طالع فوق شجرة بينام عليها، ولما بيصحى تاني يوم بياكل اي حشرة قدامه، وهو قاعد بيشوف مجموعة ذئاب قريبة منه فبيجري منهم وهما بيجروا وراه، ويوصل للشجرة وبيحاول يطلع عليها لكن في ذئب بيقدر يمسكه، وصاحبنا بيطلع سكينة وبيضربه بيها والذئب بيسيبه. كده بيطلع فوق الشجرة، وبنشوف باقي الذئاب بتفضل محاصراه لغاية بالليل. بعد كده بقى الذئاب بتزهق وبتمشي، وصاحبنا بيبقى رايح في النوم. الصبح بقى صاحبنا بيصحى وبيصلح نفسه،
وبيبقى تحت منه الذئب اللي اتصاب وبينزل من على الشجرة بيحاول يقتل الذئب، لكن في النهاية بينزل الرمح بتاعه وما بيقتلهوش وبيربط بق الذئب وبيشيله وبياخده عند النهر وبيقعد يطهر الجرح بتاع الذئب وهو قاعد بيسمع أصوات حواليه وبيشوف إن في مجموعة ضباع قريبة منهم، فبيشيل الذئب وبيمشي بيه لغاية الكهف. بيحاول يولع نار علشان يتدفى لكنه برضه ما بيعرفش وبينام. تاني يوم بقى لما بيصحى بيدخل جوه الكهف وبيشوف إن في طقوس كانت بتتعمل جوه الكهف ده، وبيلم كل حاجة هو عايزها وبيطلع وبيقعد يجيب أعشاب، ولما بيخلص بيرجع للكهف وبيطحن الأعشاب دي وبيحطها على رجله وبيكون الذئب فك الرباط اللي على بقه. صاحبنا هنا بيحاول يطمن الذئب وبيحط له مية علشان يشرب وبيجيب له دودو وبيأكله وبيقول له إنه مش أوحش حاجة ودي تصبيرة، وبيطهر له الجرح بتاعه والذئب بيبقى مطمن. بعد كده صاحبنا بيخرج وبيصطاد أرنب وبيرجع بيه للكهف وبياكل فيه، والذئب هنا بيقرب منه علشان ياكل معاه، لكن صاحبنا بيضرب الذئب والذئب بيرجع مكانه تاني. وكده بيحاول يولع النار تاني لكن المرة دي بينجح، بيبقى فرحان جدا إن هو قدر يولع النار. بعد كده بيشوي الأرنب وبياكله. بيبص للذئب بيقول له بالرغم من اني مش مسامحك بس هديك حته علشان بطني ما توجعنيش. بعد كده بيبقى قاعد بيجهز اسلحته والذئب بيقعد جنبه. صاحبنا بيشوف رجله وبيلاقيها خفت من الورم وبيقعد يتكلم مع الذئب وبيقول له اني مشتاق لاهلي واني مش عارف ارجع بيتي من غير ابويا وان الطريق المقدس هيتغطى بالتلج قريب وازاي هرجع البيت، بس انا لازم احاول. تاني يوم الصبح بقى بيلم اسلحته بيقول للذئب روح لقطيعك وبيحاول يمشيه، لكن الذئب بيفضل قاعد ومش بيبقى عايز يمشي. صاحبنا هنا بيسيبه وبيمشي والذئب بيمشي وراه. بعد فترة كده بيشوف الذئب ماشي وراه بيحاول يمشيه وبيهدف عليه خشبة، لكن الذئب بياخد حتة الخشبة وبيجري عليه. والذئب هنا بيشوف خنازير برية وبيهجم عليهم. في الوقت دوت خنزير منهم بيجري ناحية كيدا وكيدا بيبقى خايف وبيحاول يضربه بالرمح لكنه بيقع وبيفشل. الذئب هنا بيبص له وبيقول له يا خيبتك، وكيدا بيقول انا ما بخافش من حاجة كنت هسيبه بس اتكعبلت. بعد كده بقى بيكملوا طريقهم وبيقعد في نص الطريق علشان يستريحوا. في الصبح بقى بنشوفهم بيحاولوا يصطادوا حيوان والذئب بيقدر يمسكه، وبعد ما بيصطادوه بيقعدوا يشووه وبياكلوا وبيقرروا ان هم يناموا. والذئب هنا بيروح ينام جنب كيدا. الصبح بقى بنشوفهم متعلقوا ببعض جدا. كيدا بياخده وبينزل بيه البحر علشان يستحموا وبيقعدوا يلعبوا مع بعض. ولما بيطلعوا الذئب بيصطاد سمكة وبيديها لكيدا وبيقول له يلا يا عم شلنا حتة السمكة دي، انا مش عارف انت مهمتك ايه في الفيلم ده. وبيمشوا مع بعض. كده بيقول له انت من دلوقتي اسمك الفا. بعد كده بقى بنشوف ان الدنيا كلها اتجمدت وبيتعاونوا مع بعض وبيقدروا يصطادوا خنزير بري وكالعاده بيشوا الخنزير وبياكلوه. في الوقت ده بقى بتظهر مجموعه ذئاب شرسه وبيستعد الفا وكده للهجوم، لكن الفا بيقرب للزعيم بتاعه بيبقوا دول عيلته. بعد كده الذئاب دي بتمشي وبيبص لكيدا بكل حزن، وكيدا هنا بيفهم وبيقول له روح لعيلتك. وبالفعل الفا بيمشي. في الصبح بقى كيدا بياخد بعضه وبيكمل طريقه في عز التلج. بيبص وراه على امل انه يشوف الفا لكن ما بيلاقوهوش. بالليل بقى بنشوف كيدا وهو نايم في الكهف بيبقى حزين جدا على فراق الفا وبينام من كتر الحزن وبيحلم بابوه وامه، وابوه بيقول لها ان كيدا مات. امه بتقعد تصرخ. كيدا بيقوم من النوم مفجوع وبيكمل طريقه، وهو في الطريق بيلمح ان في مجموعه ذئاب بعيد عنه فبيجري عليهم على امل ان الفا واحد منهم. وهو بيجري بقى التلج تحتيه بيتكسر وبيقع في الميه، والحفره اللي وقع فيها دي اتجمدت تاني في ثواني وبيبقى اتحبس تحت التلج. والفا بيجري عليه وبيحاول انه ينط على التلج علشان يكسره وينقذ كيدا لكن ما بيعرفش. وكده بيحاول يكسر التلج بسكينه معاه لكن السكينه بتفلت من ايده وبيقعد يحاول انه يجيبها، وبالفعل قدر انه يجيبها وكسر التلج. والفا بيسحبه وبيخرج وبيولعوا نار وبيقلع هدومه وبينام جنب النار وبيحضن الفا علشان يتدفى. بعد كده بقى بيكملوا طريقهم. وكده هنا بيشوف شخص قاعد قدام خيمه فبيجري عليه لكن بيتفاجئ ان الشخص ده ميت، فبيدخل الخيمه وبيقعد يدور على اكل لكنه ما بيلاقيش اي حاجه وبيبقى متعصب قوي وبيخرج وبياخد السهم اللي مع الراجل وبيشكره وبيمشي. وهم في الطريق بيشوفوا ان في عاصفه قويه جدا قدامهم. في الوقت دوت بيسمعوا اصوات وراهم وبيبقى في ضباع بتجري عليهم فبيجروا ناحيه العاصفه وبيقدروا ينطوا في فتحه موجوده والضباع ما بتاخدش بالها منهم. في الوقت دوت الفا بيشوف نمر ضخم والنمر دوت بيهجم على كيدا لكن الفا بينط عليه وبينقذ كيدا. ونشوف ان النمر دوت دب طخ وعجن الفا وكيدا بيبقى خايف لكن بيقدر يسيبه بالسهم وينقذ الفا. والفا هنا ما بيبقاش قادر يتحرك. كده بياخده وبيقعد يعالجه من الجروح اللي فيه، بيقول له ان مش هتخلى عنك ابدا وانك عيلتي. بعد كده بقى بيمشي هما في الطريق. كده بيشوف المعالم المقدسه وبيعرف هنا كده انه قرب جدا من البيت وبيكملوا طريقهم. وهما في الطريق الفا بيقع بيبقى تعبان جدا. كده بيقول له حاول تكمل واني ما اقدرش اخسرك، وفعلا ما بيتخلاش عنه وبيشيره وبيمشي بيه. بعد كده بقى بيريحه وكده بينام. امه بتقول له انها خايفه عليه وانه لما يبقى القائد
هيقود بقلبه، وابوه بيقول لها ما تخافيش عليه وانه قوي مش زي ما انت فاكره. وكده هنا بيصحى بيشيل الفا وبيمشي بيه وبيشوف بيته اخيرا، واول ما بيوصل بيقع على الارض وابوه بيروح له ومش بيبقى مصدق اللي هو شايفه. امه بتجري عليه وبيبقوا فرحانين جدا انه لسه عايش. وكده هنا بيقول لابوه كنت عايز اخليك فخور بيا، وابوه بيقول له انه فخور بيه فعلا. كده هنا بيشاور له وبيقول له ان الفا محتاج مساعده، وفعلا بياخدوا كيدا والفا للبيت. تبقى العرافه اللي معاهم دي بتساعد الفا، لكنها بتلاحظ حركات غريبه من الفا وبتفهم ان الفا بتولد وبتولدها وبترحب بعياله. وكده بيقرب على الفا بيحضنها وبينتهي فيلمنا على كده. اتمنى لو الملخص عجبك تنساش تدعمنا بلايك وتصلي على النبي في الكومنتات، واشوفكم في فيلم جديد. سلام.